مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بالعناوين. افتتاح مشروع مياه بكلفة 7 ملايين نقفة بمديرية كالنفحي. تنظيم سمينار في مندفرة لتطوير تخطيط المدن. تكريم طلاب مدرسة بركة الثانوية المميزين في أسمرة. وزير الخارجية الإيراني يقول بدعم كوبا ضد العقوبات الأمريكية. زعيم الائتلاف اليساري في سريلانكا يصبح رئيسا للبلاد. ومقتل شرطي في انفجار استهدف موكب دبلوماسيين في باكستان. السلام عليكم ورحمة الله. افتتح اليوم 23 من سبتمبر في عدو قعدات بمديرية كالنفحي بالإقليم الأوسط مشروع توفير مياه الشرب الذي يتضمن 15 نقطة لتوزيع المياه بكلفة بلغت 7 ملايين نقفة. أنجز المشروع بالتعاون ما بين إدارة الإقليم الأوسط ومشاريع الدهلو ليمكن السكان الذين كانوا يعتمدون على الصهاريج للحصول على مياه الاستهلاك اليومي. وضح مدير مديرية كالنفحي بأن المشروع يسهم لتوفير المياه الصالحة للشرب وحل معاناة المواطنين. وأوصى منسق المشروع السيد أمان محمود المواطنين للمحافظة على نقاط التوزيع واستعمالها بنظام لإطالة أمد المنشآت المجهزة، مشيدا بعمل أعضاء مشاريع الدهلو التنموية. وعبر حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي هيلة عن شكره لكل الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع. وقدمت في الختام شهادات تقدير للمؤسسات التي شاركت في العمل. عقد سمينار في 20 من سبتمبر في مدينة مندفر حول التخطيط السليم لتطوير المدن بمشاركة مهندسين وإدارات المديريات. وأوضح خبير التخطيط الحضري السيد ألم سجد قبل كدان أن أنشطة التطوير العمراني في المناطق الريفية والحضرية يجب أن تنظر للمستقبل وتأخذ في الاعتبار جميع شرائح المجتمع. وذكر بأن تخطيط البنية التحتية يجب أن يكون مناسبا ومتسقا مع الموقع الجغرافي وتضاريس الأرض. وشدد على أن البلدات والقرى المبنية دون إجراء أبحاث كافية تشكل عائقا أمام تنميتها المستقبلية. كما أشار إلى أن المساكن المخصصة للمؤسسات والأغراض السكنية يفضل أن تكون خارج الأراضي الزراعية. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تصفاسيون إن ضمان جودة تطوير البنية التحتية في المناطق الريفية والحضرية هي مسؤولية المهندسين العاملين في الإقليم. وأكد المشاركون أن التدريب المهني يعزز معرفتهم الحالية في التخطيط الحضري وسيساعد أيضا على زيادة معرفة المجتمع باستخدام الأراضي. كرمت مدرسة بركة الثانوية في الإقليم الأوسط 61 من طلابها من منتسبي الدفعة 36 من الخدمة الوطنية لحصولهم على النقاط العالية في امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية للعام الدراسي 2023-2024. وذكر مدير المدرسة الأستاذ سمري قبل الأول في الحفل الذي يقيم في 22 من سبتمبر بأن 30 طالبا حققوا النقاط الأربعة الكاملة، بينما حصل 31 على 3.6 إلى 3.8 من النقاط. وقال مسؤول المدارس الثانوية بفرع التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ يوهنا السلمون إن المستقبل يعتمد على جهد اليوم. وأفاد مسؤول إدارة التعليم في مدارس المنطقة الشمالية الشرقية في أسمرة الأستاذ قرماي عنده إن الإنجاز تحقق بفضل العلاقة الثلاثية، داعيا الطلاب المكرمين إلى تجنب تأثير الرفقة السلبية واستشراف المستقبل الوضاح. وشكر ممثل الحائزين على الجوائز أولياء الأمور والمعلمين على دعمهم، وقال إن الجوائز ستحفزهم على القيام بعمل أفضل في دراستهم الجامعية. وقد حقق 318 من طلاب مدرسة بركة الثانوية على نقاط تؤهلهم لدراسة البكالوريوس و137 لدرجة الدبلوم في امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية للعام الدراسي 2023-2024. نظم فرع التعليم بمديرية صهرونة في 13 و14 من سبتمبر الجاري دورة إدارية لمدراء المدارس والمدراء الإداريين بها والمشرفين. تضمنت الدورة طريقة تجهيز البرامج الدراسية وأساليب التعليم وإدارة الزمن والموارد.
وأوصى مسؤول المؤسسات التعليمية بالمديرية الأستاذ سليمان محمود في كلمته المعلمين وأولياء الأمور على العمل للتعرف على المشاكل التي تواجه الطلاب لإيجاد حلول وتحسين الأداء الدراسي. وأضافت الأنباء الواردة من وكالة الأنباء الإريترية بأن فرع الصحة نظم سمينار تنويري حول الأمراض المعدية. ووضح مسؤول المراكز الصحية بالمديرية الممرض أخليل يوهنس إن أساس ضمان الصحة العامة هو المحافظة على البيئة والنظافة العامة، بالإضافة إلى توضيح أعراض وطرق الوقاية من الإصابة بالملاريا. وفي شأن مماثل، عقد في 15 من سبتمبر الجاري اجتماع لتعزيز جودة العملية التعليمية بضاحية ماي عيني والتشاور حول طرق تحسين الأداء الدراسي. أوضح قائد مركز شرطة صنعاء الملازم كفله تسفيوناس أهمية المعرفة القانونية في مكافحة الجرائم والمخالفات. أوصى الملازم كفله الآباء لتحمل مسؤولية التربية وتوجيه أبنائهم من صغرهم، وإن التربية المهذبة تسهم في نجاح الأبناء في حياتهم الشخصية وتكوين مستقبلهم. وناشد المجتمع لتوجيه الشباب ذاكرا مقولة السلم والاستقرار أساس التطور الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وأشاد المشاركون بأهمية الحملات المماثلة خاصة الموجهة للشباب وتنظيم سمينارات قانونية بالمدارس، مؤكدين مشاركتهم وتعزيز جهودهم لمساندة الشرطة. قدمت تبرعات لصندوق أمانة الشهداء بلغت 26,285 يورو و9126 دولار أمريكي و76,500 كرون سويدي و40,755 نقفة. وأفادت الأنباء الواردة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي إن تبرعات قدمت لإعانة أسر الشهداء بقيمة 16,140 يورو و43,500 كرون سويدي و3,746 دولار أمريكي. كما قدمت تبرعات لتعزيز صندوق أمانة الشهداء بقيمة 10,145 يورو و5,380 دولار أمريكي و33,000 كرون سويدي و40,755 نقفة. وتبرع بتلك المبالغ جمعية الضمير من ميلانو الإيطالية ب6,000 يورو، والجالية الإريترية في تومنغن الألمانية وضواحيها ب5,040 يورو، والمقيمون بمدينة برلينغن السويدية ب43,500 كرون سويدي، وجالية أوبسال السويدية وضواحيها ب2,306 دولار، وجمعية إير يونايتد من شلفيتيو السويدية ب2,160 يورو، وجالية هارلم الهولندية ب1500 يورو، وجالية لايدن الهولندية ب1440 يورو، والسيد محاري يوسف المقيم بأنغولا ب720 دولار، والسيدة برختي تخلاي المقيمة بأمريكا ب360 دولار، والسيد هابتو تخلاي مانوت والماس تخلاي المقيمان بأمريكا ب360 دولار لإعانة أسر الشهداء. وفي نبأ مماثل، تبرعت جالية الإريتريين بفنلندا ب6,445 يورو و9,104 نقفة، وجالية نورنبرغ الألمانية ب3,700 يورو، وجالية أولينكن السويدية ب2,980 يورو، وجالية نورشفيغن السويدية ب31,500 كرونر، وجالية يونشبين ب2,400 دولار، والإريتريين المقيمين بمدينة نوربيري السويدية ب12,500 كرونر، والسيدة الماز جبراي المقيمة بألمانيا ب20,000 نقفة لذكرى أبنائها، وجالية المهد السويدية ب7,151 نقفة، والسيد صقاي جيلاي والسيدة أستير دبرزين المقيمان بكندا كل على حدة ب1500 نقفة، والسيد قرماي قبرسلاسل المقيم بأمريكا ب1500 نقفة لتعزيز صندوق أمانة الشهداء. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قال وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي أننا باعتبارنا أحد ضحايا العقوبات الأمريكية نتفهم تماما ظروف الشعب الكوبي وندعم هذا البلد ضد العقوبات الأمريكية على حد تعبيره. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا، حيث جرى البحث حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي إشارة إلى الإجراء السياسي الأحادي الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي بوضع اسم كوبا على قائمة ما تسمى بالدول الداعمة للإرهاب، أدان عراقجي ذلك واعتبره استمرارا للسياسات العدائية من قبل الولايات المتحدة. ورحب وزير خارجية كوبا بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب، وأكد على استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين. أعلن فوز زعيم الائتلاف اليساري أنورا كومارا ديساناياكا في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا بعد عامين من أزمة مالية غير مسبوقة عصفت بالبلاد وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وبعد انتهاء فرز الأصوات، حصد المرشح الماركسي ديساناياكا 42.3% من الأصوات حسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية على موقعها الإلكتروني. وحل زعيم المعارضة ساجيث براماداسا في المركز الثاني بحصوله على 32.76% من الأصوات، فيما حل الرئيس المنتهي ولايته رانيل ويكرماسينغا في المركز الثالث بحصوله على 17.27%. وقبل إعلان فوزه، أعلن ديساناياكا أنه لن يمزق خطة الإنقاذ الموقعة مع صندوق النقد الدولي في عام 2023 بعد مفاوضات طويلة والبالغ قيمتها 2.9 مليار دولار. وخلال حملته دان ديساناياكا الزعماء الفاسدين المسؤولين في نظره عن الفوضى التي حدثت عام 2022، ووعد بتخفيض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية لتأثيرها على السكان. أفادت الشرطة الباكستانية بأن انفجارا استهدف موكبا لدبلوماسيين أجانب شمال غربي البلاد أسفر عن مقتل شرطي من طاقم الحراسة. وقال ضابط الشرطة بمنطقة سوات زاهد الله خان إن الدبلوماسيين كانوا يزورون منطقة شمال غربي باكستان بدعوة من الغرفة التجارية المحلية للتسويق لها بوصفها وجهة سياحية محتملة وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأشار خان إلى إصابة 4 أفراد شرطة آخرين، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها على الهجوم الذي ندد به الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف. وقالت الشرطة ومسؤولون حكوميون إن القنبلة انفجرت بينما كان الموكب في طريقه إلى منتجع للتزلج يدعى مالام جابا. وذكر بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن الدبلوماسيين عادوا بسلام إلى إسلام آباد من دون تقديم تفاصيل عن جنسياتهم. ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الحرائق التي تشهدها بيرو إلى 20 شخصا حسب ما أفاد رئيس المعهد الوطني للدفاع المدني خوان كارلوس أوركاريجي. وقال إن بيرو سجلت حتى الآن هذا الموسم ما مجموعه 361 حريقا تم إخماد 291 منها بالفعل، موضحا أنه تمت السيطرة على 24 حريقا من بين الحرائق المتبقية ما زال 46 حريقا نشطا. ونظرا لهذا الوضع، أعلنت رئيسة بيرو دينا بولورارتي أن الحكومة قررت إعلان حالة الطوارئ في مقاطعات أمازوناس وسان مارتين وأوكاياري، ويسعى هذا الإجراء إلى تسريع الإجراءات لاحتواء الحوادث. كما تأثرت مقاطعات أخرى بفقدان 218 هكتارا من الغطاء النباتي بسبب 3 حرائق غابات مسجلة في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه. ختاما لنشرة الأخبار، في مالي تذكير بالعناوين. افتتاح مشروع مياه في عدو قعداد بكلفة 7 ملايين نقفة. تنظيم سمينار في مندفرة لتطوير تخطيط المدن. تكريم طلاب مدرسة بركة الثانوية المتميزين في أسمرة. وزير الخارجية الإيراني يفيد بدعم بلاده لكوبا ضد العقوبات الأمريكية. زعيم الائتلاف اليساري في سريلانكا يصبح رئيس البلاد. ومقتل شرطي في انفجار استهدف موكب دبلوماسيين في باكستان. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإذاعية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم.